بعد نسأل الله أن يوفقنا للخير ويجعلنا مفتاح خير مع الشر وينجينا من منطقتنا المشاكل والفتن. آمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وخاتم الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بموجب الساس المؤرخ في التاريخ 15/10/2024 من العليهين، وهم الشيخ محمد علي عوض والشيخ سريب أحمد شيخ والشيخ حسين علي محمد والشيخ أحمد بن مسعود الصقري والشيخ عادل علي صالح والشيخ عبد محمد علوي والشيخ محسن محمد حكمي والشيخ علي محسن لقمان والشيخ باسع صالح محمد، والذي طرحه محبوس مبارك أحمد الحماصي في حكم صبر في عيبه وقتل ربيعهم محسن محمد علي رحمش بعد سماح موقع من آل منصور أولياء الدم وسرح آل عاطف، وهم ياسر أحمد الصنبود وعلي عوض علي عاطف، وقتلوا محسن محمد رحمش وهو مأمن مستأمن وبدون سلاح، لذلك في يوم الجمعة الموافق 4/10/2024 والجرة لآل الأشرف في آل عمر، واختاروني أنا الشيخ محمد سالم عوض بن محمد حكم في قضيتهم، والساس لآل الأشرف أهل جيشان، وهم التالي اسمائهم: علي محمد رحمش، أحمد مبارك الأشرف، أحمد محمد حسين، صالح علي حسين، حسين صالح الأشرف، عبد الله أحمد العلواني. وبموجب ورقة العفو والسماح التي قدموها آل الأشرف في المؤرخ تاريخ 10/2/1978 والتي تنص على تنازل وإعفاء عن الجندي محسن محمد رحمش ماضين وموقعين عليها بأبهبتهم، وهم أولياء الدم والورثة الشرعيين في ذلك الوقت، وهم: 1. علي عوض عاطف أب المقتول أحمد علي عوض، أحمد عوض عاطف عم المقتول، محمد علي عوض أخ المقتول، عوض علي عوض أخ المقتول. وبصموا على تنازلهم وإعفائهم عن الجندي محسن محمد رحمش، وبهذه الوثيقة يصبح محسن محمد رحمش صافي من أي قتل في جنبه. وبعد دراستنا لبنود السياسة ونقاطه ووثيقة العفو والسماح المقدمة من آل الأشرف، يصدر الحكم الآتي: أولاً، حاكمين في عيبة وقتل ربيع العليهين بعد سماح ب100 مليون ريال لكون القتل بعد العفو والسماح مخالف للأسلاف والأعراف القبلية والدين، ويكون حكمها كبير ورادع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأخطاء. نسقط منها 10 مليون ريال للعليهين ومن حضر معهم ساده وقبيله ورباعه، كما نسقط منها 10 مليون لي الحكم الشيخ محمد سالم عوض علي بن محمد الصافي 80 مليون ريال فيها ثلث العليهين المتحكمين، ويدفع صافي الحكم على 3 أقساط، كل قسط ثلث المبلغ الصافي. القسط الأول يدفع بعد 4 أشهر من تاريخ الحكم، والقسط الثاني يدفع بعد 8 أشهر من تاريخ الحكم، والقسط الثالث يدفع بعد 12 شهرا من تاريخ الحكم، والحكم إلى وجيه العليهين المتحكمين في الساس. ثانيا، هذا الحكم خاص بآل الأشرف أهل جيشان حسب الساس المقدم إلينا وحسب ورقتهم المقدمة إلينا بخصوص العفو والتنازل، فإننا لا نسقط حقهم بالدم. هذا وبالله التوفيق، صادر عن الشيخ محمد سالم عوض علي بن محمد، وكتبته أنا محمد عبد الله السالم العليهي.